صلى الله عليك يا مولانا يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. خاب من عاداكم، ما خاب من تمسك بكم يا باب الرحمة. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا ليتنا، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا أثر. شيخ كاظم الأزري البغدادي. هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا أثر. يا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية، وخلني وسؤال الأرسم الدثر. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناصية الآكام بالزهر. جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري. لا حبذا فلك دارت دوائره على الكرام، فلن تترك ولن تذري. وكيف تأمن من مكر الزمان يدا خانت بآل علي خيرته. قواك الله قواك الله الخياري. أفدي القرون الأولى سارت ركائبهم، والموت خلفهم يسري على الأثر. ما أبرقت في الوغى يوما سيوفهم، إلا وسال سحاب الهام بالمطر. ساروا ولولا قضاء الله يمسكهم، لم يتركوا لبني سفيان من أثر. هلا بيكم يا سادتي. لله من في فيافي كربلاء ثواه، وعندهم علم ما يجري من القدر. لم أنس حامية الإسلام منفردا، صفر الأنامل من حام ومنتصري. رآقنا الدين من بعد استقامتها مغموزة، وعليها
صدع منكسري فقام يجمع شملا الحسين، فقام يجمع شملا غير مجتمع منها ويجبر كسرا غير منجبري. طولها طولها. صالوا وصلت وأين منك هم، والوخز بالسمر غير الواخز بالأبري، وكنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغن عنه سائر السور. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، فالشمس معروفة بالعين والأثر. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة وويلا. جميعا جميعا. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، فالشمس معروفة بالعين والأثار. أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجا. قال أنا من وطن جدي طار ديني. بالمقدمة خلي التعب علي، بعدين أنا خدمك، بس وياي أنا وياك. التعب علي بس أنت وياي أنت. قال أنا من وطن جدي طار ديني، قاصد لراضي الغاضرية يذبحوني، يعزلون راسي عن الجثة ويتركوني. وينك؟ مرمي 3 أيام في حر الوطية. أين الصارخون حسين؟ قال خذني وياك من ضمن الضعينة، بروح وادي كربلاء عفت المدينة. تعرف محمد لو شهر سيفه بيمينه ما تقرأ والله لخليها زلازل مستوية. أين الصارخون حسين؟ يا ويلي. قال ودمع العين فوق الخد منثور، منت يا خويا من ذبايح يوم عاشور. مالك ويانا يا محمد قبور محفور، انت تظل برض المدينة يا شفية. قال له إذا عطني وياي. قال له إذا عطني عن الوقعة علامات، كان الأمر محتوم يا سيد السادات. قال له بترتج الأراضي والسماوات، وهذه علامات وقعتي بالغاضرية. أين الصارخون حسين؟ يا ويلي. قال وإن كان عاينت الفضاء من خطوف لونه، يعني أخوك حسين مرمي ويذبحونه. وإن كان غاب النور عندك بالمدينة،
قول الشمر يا أخوي متربع علي، أين الصارخون حسين؟ وإن كان شفت الكون لا تبقى ساكت، هاي قراية حارة وتشمل الجميع. وإن كان شفت الكون متبدل بحمرة، قول الشهيد حسين داس الشمر صدره. وإن كان شفت خسوف قول انقطع نحره، وإن كان شفت دموع حز راس الدعية، أين الصارخون حسين؟ يا ويلي يا ويلي. وإن كان عاينت الأرض يا أخوي ترجف، يعني أخوك حسين بالميدان ينزف. وإن كان شفت العاصفة بالكون تعصف، قول العدا بخيولهم داسوا علي، أين الصارخون حسين؟ وهذا البيت لا عذر لأحد. وإن كان عاينت الشمس غابت بالنهار، يعني العقيلة طالعة تركض بالأخمار، يشبون المخيم عليها القوم بالنار، وغصبا عليها تنسبي وتركب مطير. إلهم حق بعض الأخوة علينا، هاي هم قرايتهم. ردت واستقبلها محمد، صاحت اختك يا خويا واشره عليك، واشره عليك، واضرب حميتك ما تخليك، وادري الألم البيك ما ذيك، أنا لو أكشف متوني وراويك، ويلي لو أكشف متوني وراويك. لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. ارفعوا أصواتكم. هذه أقولها نافلة مو من المجلس، الآن جت في بالي. يقول وكان للمنبر الحسيني، هذا عالم مقدم مقدمة إلى كتاب حسيني، والنص لطيف وعجبني وحفظته، أقولها بمحضركم. أتمنى هذا يرسخ في الأذهان وتعتمد عليه، لأن هذا مأخوذ من النصوص. وكان للمنبر الحسيني الأثر البالغ في نفس الأمة
لا، بل في نفوس الأمم، لأن الجانب العاطفي يجعل الأذهان واعية لنداء الحق. الجانب العاطفي هذا الرثاء. لا تتصور المناقشات والمباحثات والاستدلالات والكلام والخطب هو الذي أبقى لنا ما ثار من أجله الحسين. البكاء هو ثورة على الظلم والاستبداد. علميا بلي أتذكر جريدة اسمها الطب البديل، صدرت بال2006، خبراء من الأمريكان. طبعا احنا لما ما نقول الغرب خلص بعد ما نريد ولا دليل، وهذه مشكلة كبيرة، وهاي النصوص كلها موجودة عندنا، بس شو نسوي؟ إذا قال الصادق لو قال الباقر، هذه ما تصير عندنا ثقة مع الأسف، إلا أن يقولها واحد فرنسي أو ألماني أو أمريكي لا تثق في الأذهان. ليش؟ كنتم خير أمة، اهتزوا باللي عندكم. فمن تجي للماتم أنت تجي معزي. شلون واحد فاقد له عزيز؟ أكو أعز من ابن فاطمة؟ مو شرط واحد يقول لك. وهذا الصراخ والعويل أهل البيت مدحوه، قال نفس المهموم لظلمنا تسبيح. هذه إذا جنابك ما تهيئ لها وما تحبذها للناس وما تشجع عليها قد تموت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لخدمة ابن فاطمة. شوية تقدموا بارك الله فيكم حتى يصير مجال لا يزال الأخوة يتوافقون على الماتم. أنتم هالصوب منا ومنا قواكم الله، تقدموا قواكم الله. أحسنتم حتى يصير مجال لإخوانكم. اللهم صل إخواني. سبب والسماء حذرت النبي من مداهمات راح تداهم الإسلام. التفت لي أرجوك، هذا خاتم الأديان، به ختم ربنا الديانات. المفروض يبقى، وإبليس توعد وقبلها قال للرب العالمين أنا أخدع الناس. تتصور يترك الدين على ما هو عليه؟ تتصور الناس استقاموا بعد النبي؟ السماء قالت أفإن مات أو قتل انقلبتم. الانقلاب حاصل أيها السادة. وقبلها قبل لا يموت النبي أخبرته السماء. النبي رأى رؤيا، شاف كأنه قرد تنزو على منبره، فسأل السماء شو معنى هالرؤيا؟ وإذا بالجواب راح تجي ناس تصعد على منبرك ما عندها أرضية ولا عندها أهلية ولا إلها لياقة. وبالفعل بس مات النبي ملكوا بنو أمية. بنو أمية هم الشجرة الملعونة. قل لي يا شيخ قضوا وراحوا، صح قضوا وراحوا، فكرهم باقي. الكتب انكتبت بزمنهم، الرواة حدثوا بزمنهم، التاريخ انصنع بزمنهم. ليش توقف زحف الإسلام؟ أنت متونس فتحنا الأندلس وأخذوها من عندنا، متونس وصل الإسلام إلى غرب أفريقيا ووقف،
وين الصين والهند وشرق آسيا، ليش للآن بعدهم ما يعرفون عن الإسلام شيء؟ والله وعدنا ليظهره على الدين كله. وين كله؟ والله يراد بالسلوك، بالتعامل. الناس لو شافوا تعامل الإسلام، جنود الإسلام، أمراء الإسلام كيف يتعاملون مع الناس لدخلوا في الدين أفواجا. ولكن توقف زحف الإسلام لما ما صنعوا دين على مزاجهم. وأنا البارحة قلت لكم أيها السادة وبعض الأخوة كانوا موجودين، بدأنا مجلسنا هذا التورط اللي يختم بكربلاء بدأ من يوم أعلن النبي دعوته، وشافوا ما أكو طريق إلا محاربة النبي. ولما ما فلحوا وما نجحوا استسلموا للإسلام، وابتلي النبي بنواة اسمها المنافقين، دخلوا بالإسلام وحاربوا الإسلام من الداخل. ولهذا النبي حذر منهم، قال أول من يغير سنتي أغلمة من بني أمية. غيروا سنة النبي. أرجوكم يا شباب أعطيكم أسماء احفظوها. الإمام الأوزاعي، اكتبوا بعدين من هو الإمام الأوزاعي. هذا كان إمام للمسلمين. آخر أيام عمره طلق نسوانه، طلق زوجاته، وعتق عبيده. سألوه ليش طلقت نسوانك؟ ليش عتقت العبيد؟ قال لأن بنو أمية ما انطونا العطاء من بيت المال، ولا انطونا رخصة نحدث الناس ونأم الناس وننشر الدين، إلا حلفونا بطلاق نسواننا وعتق عبيدنا أن نشهد على علي بن أبي طالب بالنفاق. شي يظل بالدين إذا تشيل من عند من أحبه الله ورسوله؟ شوفوا هاي الرواية اللي أرويها لكم الآن، لو راويها شيعي ما جاز لي أن أرويها لكم. راويها ابن أبي الحديد، ويرويها عن علماء بغداد. يقول عندنا عالم من علماء بغداد ودعنا وشال، سافر راح هو وعياله يسكن غير مكان، فاختار بلدة في الشام، استقر هناك. بعد سنتين يقول شفته ببغداد، سلمت عليه قلت له متى رجعت؟ قال أنا رجعت بعد ماكو رجعة، بعد ما أرد أبقى في بغداد. قلت له أنت مو رحت تشيل أنت وعيالك وتسكن هناك؟ قال أحكي لك قصة. أنا وصلت إلى بلدة، شوف إيش سوت الدولة الأموية، كيف علمت الناس. كان هكذا يقنت مروان بن الحكم في قنوته: اللهم إني أشهد أن عليا قد ألحد في دينك فالعنه. سووا الدين على مزاجهم. أنا قلت يا شباب العقيدة، الإمام الحسين ثار ونهاب حتى تطلع عقول مثل عقولكم راقية تنزه النبي، وإلا والله لولا قيام الحسين لكان أنا وأنت الآن نرى أن رسول الله يهجر. نعم يهجر، لأن الأمة أجمعت قبل موت النبي ب3 أيام أن النبي يخرف. خوش يظل بالدين إذا نبي الإسلام يخرف؟ قل لي. لما ما يروون أن نبي الإسلام أصيب بمشكلة أخرته، شغلة باله، فكرة، راد ينتحر. لما ما أروح أقول للبوذي، للسيخي، للهندوسي، أقول لنبيي الذي أنا يوصلني لله صارت عنده مشكلة وراد ينتحر مرات، يقول لي معقولة أنت عاقل تتبع لك واحد الذي ينتحر؟ أيها السادة، هاي 1 و2 والله من الآلاف الإساءات على نبينا. ولهذا
الابتعاد عن بيت النبي وأهل بيت النبي يستلزم الكفر، لأن بلياهم ضياع، غيرهم ما يندل الله، لأنه ما يمكن أن نعرف الله إلا أن نعرف النبي. الله قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ليش خليتوا النبي لا ينفع ولا يضر، حيث أمرتنا السماء أن نسلم عليه في صلاتنا ونصلي عليه في صلاتنا، وهو يرانا في مقامنا، وقال ربنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ليش جعلت هذا لا ينفع ولا يضر؟ هذا اللي السماء قالت عنه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، احجوها بارك الله فيكم، فاستغفروا الله. ما يكفي أنا استغفرت، لا، إلا أن يستغفر لك رسول الله، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النبي متألم والله. أيها السادة، لو أقلكم بعد، هي مش 1 و2 و110,000 إساءات كثيرة على نبينا، من أجلها ثار الحسين بن علي حتى يصحح المسار. مو شرط أنه الدنيا كلها تلتفت للحسين، لو اثنين بس يتبعون الحسين كافي، لأن الله ما الأرض بالكثرة. الله يريد كيف مر على الدنيا وقت ما يعبد بيها موحد الله غير إبراهيم. الله عبر عن نبي أمة أن إبراهيم كان أمة، وقال رب العالمين لئن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. مر زمان على مكة، كل مكة تعبد صنم، عندها 360 صنم، ولم يسجد لله غير 3. يقول علي بن أبي طالب رسول الله وأنا وخديجة. هل معقولة لأنه مكة كلها مشركة وبس هذا البيت موحد هم على باطل؟ لا تنخدعون بالكثرة أيها السادة. نزهوا نبيكم مثل ما الله راد. كيف لا يكون النبي بهالعظمة؟ يعني معقولة استغفر الله من هذا القول؟ الله فاشل بكلامه لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. التفت أيها المسلم، إذا الله قال عن عيسى وهو في المهد قال إني عبد الله، أرجوك اقرأ الآية تحفظها وياي، أخذ راحتك بالمجلس، المجلس مو حكر إلي، كنا نسولف سوا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، بعد وجعلني. إذا عيسى بالمهد مبارك، معقولة نبينا تقول عنه 40 سنة قبل البعثة كان ضال؟ اي نعم، الأمة تقول ضال، بدليل أنه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. الله قال فهداك، لو قال فهدى. ليش رحنا سألنا الأجانب عن تفسير القرآن وتركنا الصادق والباقر وزين العابدين والحسن والحسين؟ هذول الدين نزل في بيتهم، الوحي نزل عندهم، ليش أنا أسأل غيرهم؟ ليش تخطئ النبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد. يعني جنابك إذا قلت النبي سليم نقي طاهر معصوم، الدين يخرب، تصير مشكلة. ليش إلا تخطئ نبيك؟ ليش؟ شوفوا، لو تنصدم الدنيا كلها، الدنيا بالأفلاك ال7 تنصدم ويا رسول الله، كلهم على باطل والنبي على حق.
لأنه رسول السماء. بعد لا تجيب لي اسم اللي قال عنه مسحور، واللي قال عنه يهجر، واللي قال عنه راد ينتحر، واللي قال عنه ما أدري. هاي الأشياء الباطلة هذا كله هو والقالها والرواها والكتاب كله على باطل. النبي على حق، لأن الله ما ودالي فلان، الله ودالي رسول الله، وقال عنه وإن تطيعوه، خل أسمعك، وإن تطيعوه تهتدوا. ويوميا تقول الله اهدنا الصراط المستقيم. ماكو هداية إلا بتبعية محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، تبعيته هو وآله، هو وآله، صلوا عليهم أجمعين. هو اللي قال رب العالمين، قال أنا ما أنزل لكم، أنا ما أكلمكم أنتم، أنا أوديكم واسطة، واسطتي والحجة عليكم وعلى من سبق وعلى من لحق وحتى على الأنبياء. ايش كبر عيسى عبد الله، عيسى ايش كبر عبد الله اللي الوادم غالت فيه وعبدوه وقالوا ابن الله. قالوا أنا جايكم يا ناس، أنا عندي بس كلمتين لكم، إني رسول الله إليكم ومبشر برسول، استعدوا جايكم رسول. نبينا عظيم، بس قلت لك حنا ما نعتز باللي عندنا، ما نعتز. الآن خلي أقول لك عزير هيك سوى، ما تشك، أنا ما أقول جنابك، لا حشاك، أنت عقيدتك سليمة. لو أقول لك ذي الكفل، لو أقول لك اليسع، لو أقول لك داود، سليمان، عاصف، ما تشك، لتقول أولياء الله. ليش لما أقول لك علي بن أبي طالب تغص؟ ليش؟ يعني معقولة اللي سبق من الديانات أحسن من ديننا؟ الأوصياء اللي سبقوا أو أحسن من أوصياء نبينا؟ شوية بس تأمل أرجوك، أنت فكر توصل للنتيجة. أنا الآن على المنبر وأريد أجيب أسماء حفظ الله هذه السلطنة المباركة حكومة وشعبا وأدام الله عليها الأمن والأمان، قولوا آمين يا رب. يصير أنا الآن أذكر أسماء الشعوب والدول وما أذكر دولتك وأنت قاعد بمجلسي، مو انصاف. لأني لما سقف واحد المفروض أنا مثل ما أكرم الناس أكرم هذا وأجيب اسم دولته وأعظمها، وأجيب اسم هاي الدولة وأعظم شعبها وأهلها، المفروض أذكر شكل واحد ينتمي. زين، معقول رب العالمين يذكر يقول وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يذكر آل موسى وآل هارون اللي تحفظها قراها وياي. وقال اخرجوا آل لوط، شوف ذكر الآل، وقال اعملوا آل داود، شكرا. وقال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وقال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. سؤال أرجوكم، يعني الله يحاكي النبي ويكرم آل الأنبياء اللي سلف، آل لوط، آل داود، آل هارون، وين آل نبينا وهو أعظم؟ شو تقولون، ذكرهم ولا ما ذكرهم؟ ذكرهم بلى وربي، وذكرهم بأعظم مما ذكر أولئك، لأن أولئك إذا ذكرهم بس بالاسم آل نبينا سلم عليهم. وين؟ اسمعوا أول ما تقرأ السورة، سورة ياسين، ياسين وينك؟ والقرآن الحكيم، شو بعدها؟ إنك، إذا من هو ياسين؟ رسول الله. ياسين إنك لمن المرسلين. هذا المأمون يسأل الإمام الرضا يقول له منو ياسين؟ يقول له جدي رسول الله. قال له ليش سمى ياسين؟ قال له لأن راد يسلم على آله بالصافات سلام على آل ياسين. قل لي ليش ما سلم عليهم بالاسم صراحة؟ أيها السادة، القرآن بالقوة يلا يجيب اسم،
لأنه الاسم إذا ورد قد يسبب مشكلة. كيف القرآن احتمى مو بالقوة. شنو يعني بالقوة؟ مرة أنا الكهرباء محمية بالقوة بس ألزمها تكهربني، لكن المنبر بيش محمي بالقوة لو بالقدسية، محمي بالقدسية. القرآن محمي بالفعل مش بالقوة. شلون بالفعل؟ يعني ما ذكر اسم أو جهة صراحة تسيء إلى أي فئة من أتباع الأمة الإسلامية إلا ما أجمع عليه. الآن أبو لهب مذكور بالقرآن لأنه مجمع عليه ما حد يخالف. تصوروا ذول اللي قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا الزهرة وقتلوا الحسن وقتلوا الحسين ويحاربون آل البيت، لو صراحة موجود اسم الآل لما عمدوا للتحريف؟ بلى وربي. ولكن حمى الله القرآن من التحريف بالفعل لا بالقوة، فسلم على الآل بالإشارة: سلام على آل ياسين، كبار آل النبي، عظام آل النبي، بهم ختم الله الديانات وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير وجعل محبتهم أجر للدين، وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا. ترى هذا بس عندي وعندك، غيرنا إذا تخلي على المحك يفشل. هذا الصواغ اللي يبيعون ذهب أنا أخذ له قطعة أقول له هذه ذهب، أنا معتز بها ذهب، لكن هو لأني عرفها من يخليها على المحك تفشل. لا هي مو ذهب، خذها ما تفيد. اليوم الأمة كلها تدعي موالاة أهل البيت، على كيفك لا تتلمض، احكي لنا الصدق. تعال، لكل شيء مصداق وبرهان. عمي شنو اللي جمعكم هنا أنتم؟ ناس فارغين، ناس عطالة، وقتكم زايد. شنو اللي خلاكم تلتمون؟ وشنو اللي الألفة اللي خلاكم تأتلفون هذا مع هذا مع ذاك؟ شنو اللي لمكم؟ لمكم الحسين بن علي، حب الحسين، لأنكم تدرون محبة الحسين لأنه ينتمي لهذا البيت دين، أما غيرنا لا. أنا وأنت الآن ندافع عن الحسين وما قام به الحسين، ومنابر المسلمين تقول كان خروج الحسين فتنة. اسكت يا أيكون خروج الحسين فتنة؟ من قال عنه رسول الله هو مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، يكون خروجه فتنة؟ اقرأ إذا كنت تقرأ، اقرأ الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود، واقرأ في البخاري وفي الأدب المفرد، واقرأ في الحاكم المستدرك، واقرأ لأبي نعيم في حليته، واقرأ للبغدادي في تاريخه، واقرأ لابن عساكر في تاريخ دمشق، واقرأ لابن شبة في تاريخ المدينة، وانظر من صحح الروايات عن الطبراني والطبري وغيره. ألم يقل رسول الله: اللهم إني أحب الحسن والحسين فأحبهما وأحب من أحبهما؟ أيكون من يحبه رسول الله ويأمر بمحبته ويدعو الله أن يحب من أحبه خروجه فتنة؟ تتصور ما قالوها؟ كتب جاي تنكتب، كتب تخطط. والعجيب يقول نعم مو شرط حتى لو بكى رسول الله، هذا يعظم النبي؟ يبكي عليه النبي قبل خروجه، قبل موته، قبل خروجه من الدنيا. أيكون خروجه مصدر فتنة؟ تتصور النبي مثلي ومثلك ينحاز؟ أما قرأت ما قاله عظماء الإسلام من يعتقد بهم جمهور كبير من الإسلام؟ ماذا قالوا عن الحسين؟
أرجوك أعرني سمعك يا شباب العقيدة، واقرأ اللي أتذكره، يعني هي أكثر من مصدر يروي هذا النص، لكن أنا أكتفي أعطيك عنوان وأنت اكتب كلمة السر إذا إلك خلق هسه ولا بعدين تابع معاي. اللي يرويها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والله رواية عجيبة، وأنا أرجوكم أن تلتفتون إلها بدقة حتى تشوفون اللي نعظمه أنا وأنت معظم منذ الأوائل عند أمة الإسلام، لكن صار تعتيم وصار تكتم. كان الحسين صغيرا في السن كبير في الحجم والمعنى، صغيرهم كبير، وقد رآه الخليفة عمر فقال له: هلا طرقتنا؟ خل أتذكر النص كما هو لأن جدا مهم. يقول للحسين بن علي: هلا زرتنا؟ مرة مرتين، إلى أن قال له: هلا تغشانا؟ تعال لنا. فالحسين راح له. الرواية مروية في كتب المسلمين، وشوفوا شنو يقولون عن الحسين أولئك الأوائل. يقول: راح للحسين فرأى عبد الله ابن عمر على الباب، واقف يم الباب. رجع عبد الله ورجع الحسين لأنه أرجعه، قال له: أبوي عنده شغل. ليش؟ قال له: جال الوالي، والي الشام معاوية جاي ومختلي بالخليفة يعطيه أخبار وأوضاع الدولة. صار وقت آخر رآه الخليفة فسأل الحسين: هلا غشيتنا؟ قال له: أنا جيتك وكنت خال بمعاوية فرجعت. شوف ايش قال له. قال له: أنت أولى من ابن عمر، وإنما أنبت فوق رؤوسنا الله ثم أنتم. سمعت ايش قال له؟ يقول: لا، احنا ما عندنا شيء من روحنا، حتى الشعر اللي ينبت على راسنا اللي ينبته الله وانتم. يعرفون مقام؟ هاي مروية في كتب المسلمين، من أعاظم المسلمين يروونها. هذا مقام الحسين وهذا شأنه وهذا تعظيمه. أيأتي بعد 14 قرن من غرته الدراهم أن يتفوه بهذه الكلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقول: خروج الحسين فتنة. كيف فتنة؟ الحسين نهضت به حمية دين الله لما رأى وقد تحكم بالإسلام طاغية. والله يا سادة، بنو أمية حتى يبقون ملكهم وما حد يتعرض لهم، أدخلوا في الدين ما ليس في الدين، وقالوا ممنوع واحد يطلع على الحاكم الأموي، سواء خذ مالك، جلد ظهرك، مالك تتعدى عليه. وبهذا عاثوا في الأرض فسادا. طبعا الأمة ذاك الوقت أمة مخذولة، وإلا معقولة النبي توه ميت وينطون الملك للطلقاء؟ 40 سنة معاوية مالك الشام. الشام قبل لا تجي للإسلام كانت تابعة إلى الرومان. أول شيء بلاد خير، يسموها بلاد اللبن والعسل. 2 ناسها نظاميين،
قبل كانوا يعبدون الحاكم، يعبدون الرومان، لو الحاكم يقول له موت يموت. كيف اجالهم معاوية وعلمهم الدين وقال لهم من الدين احترامي وبقائي وانا ايش ما اسوي. خلاف العراق 40 سنة أسس، وظلوا يسمونه كسرى العجم، كسرى العرب. شلون كسرى عد العجم؟ هسه ما أدري ذاك ايش بيه من خير حتى هذا يصير كسرى العرب. كسرى العرب. الإمام أمير المؤمنين بس لزم الحكم ورا 25 سنة قال إلا أطهر الأرض من هذا الجسم المنكوس، يسميه الإمام علي بن أبي طالب. لكن انتم شايفين محافظة تحارب دولة وتوقفها؟ محافظة تابعة للدولة الإسلامية. والإمام الحسن اضطر أن يصالح لأنه شاف إذا أبوه ما ثمر، قال على الأقل أكشف زيف معاوية بهالصلح وأضمن حقن دماء المسلمين وأريحهم من بني أمية. من ضمن الشروط هن 4: لا تقتل شيعة أبوي، ولا تتصرف في بيت المال، ولا تسب أبوي، ولا تعين من بعدك خليفة. وما إن دنت المنية من معاوية حتى برز ابنه، هذا لا دين لا التزام، متجاهر. هسه واحد امام الناس يظهر بشكل مقبول، النبي هيك عامل المنافقين، ما دام هو يظهر الاسلام يعامله تعامل الاسلام. لكن لما واحد يملك دولة الاسلام، الاشهر الحرم، المسجد النبوي، المسجد الحرام، جغرافيا الاسلام، العلماء الأعلام، يملكهم واحد مثل يزيد بن معاوية. وكتب لأبوه لما مات، هو كان عند خواله، كتب له أما بعد فقد وطأت لك البلاد، أنا ملكتها إلك لا تاكل همها، وذللت لك رقاب العباد، الناس كلها بطوع أمرك، بس أنا ما أخاف عليك إلا من 3: من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسين بن علي. كل واحد رشد كيف يتعامل معه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، لكن قال له الحسين. أما الحسين هسه ما أدري بس مكتوبة بالنصوص، قال له إذا ظفرت به فاحفظ قرابته من رسول الله. ومات معاوية وترك القصور الخضراء يصدر منها الأوامر ابنه يزيد، فكتب إلى والي المدينة الوليد: خذ لي البيعة من عموم المدينة ومن هؤلاء 3 خاصة، لأن مو سهلين ذولا. كان مولانا الحسين بن علي في المسجد، لما ما خلص صلاة وطلع اجوا الفتيان الشباب يسلمون عليه، عرض عليه أحدهم: مولانا هل سمعت بخبر موت معاوية؟ قال: كلنا نموت. قال له: وقد استخلف ابنه يزيد. الإمام رجع للبيت وإذا بالباب يطرق، فتح الباب، مبعوث من قبل الوالي الوليد. ما تريد؟ قال له: الوليد يريدك. بالليل؟ قال له: نعم. الإمام قال له: روح أنا جاي وراك. تبعه الإمام، لكن أخذ إخوته
وولد أخيه وبنو عمومته. قال لهم الوليد أدري بيشرد من عندي وأنا رايح له، إذا سمعت صوتي اعتلى طبوا علي وخلصوني منه. فوقفوا عند باب الإمارة ودخل الحسين بن علي، سلم على الوليد وأجلسه في مجلسه. قال له تدري ليش وديت وراك؟ قال له اسمع منك قول. قال له لقد مات معاوية الإمام، قال كلنا نموت. قال له وقد استخلف ابنه يزيد، فهل أنت مبايع؟ قال له أنا إذا بايعك الآن باكر أمام الملأ ما تريد من عندي بيعة؟ وأنا ليش كون أبايع مرتين؟ قال له إذا ما عندك مانع وتبايع خلاص ارجع إلى بيتك يا ابن رسول الله، وغدا إن شاء الله يصير الخير. قام الإمام يريد يطلع، مستشار الوليد مروان بن الحكم. مروان من بني العاص، اقروا تاريخهم وشوفوا ايش سووا بابو ذر. قال له وين تخليه يروح؟ السجن عندك. شوفوا مين يتحكم بابن رسول الله، بمصير الأمة، الطلقاء اللي أسلموا بالفتح والذين أرادوا قتل النبي في العقبة هم يتحكمون بمصير الأمة. يقول للوليد لا تخليه يطلع، لو السجنة لو تقتله. الإمام التفت له. هسه قد هذه الكلمة لو واحد يحكيها الطرف يسمعها يخاف يسكت ما يتكلم بشيء، لكن أبي الضيم يسكت عن هذا الكلام. التفت إلى مروان قال له يا ابن الزرقاء، اكو واحد ما يقدر يعير له واحد بشيء لأنه هو هم مثله فيخاف يقول له، لكن هو لما ما يجيبه يقول له أنت أمك الزرقاء، شي عيره بالزهرة فخر الدنيا رجال ونساء، هذا بن فاطمة. قال له يا ابن الزرقاء أو مثلك يأمر بقتلي؟ ثم التفت إلى الوليد قال له هذا راح يخليني أطلع المكنون اللي ضام عليكم أنا. اسمع يا وليد، إنا أهل بيت، بنا فتح الله، هلا بيك يا مولاي، وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس ومثلي لا يبايع مثله. هذه حكاها بصوت عالي. أبو الفضل واقف عند باب الولاية، دفع الباب ابن أمير المؤمنين، كسر الباب ودخل هو وأخوته وبنو هاشم مجردين السيوف، وخلصوا الإمام الحسين من دار الوليد. الإمام قال للعباس أخي أبا الفاضل اغمدوا سيوفكم، إنها لها يوم غير هذا، الآن مش يومها. خويا أبو فاضل أنت روح للبيت، بعد ما قلنا ظل بالمدينة، هيئوا المحامل وأنا عندي أحباب أمر عليهم أودعهم وجايكم يا سيدي. وأقبل إلى حضرة رسول الله. صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها، لم نذق يوما هنيئا طيبا من برها. هان مطرود رجس هائم في برها، تاركا بالرغم منه دار سكن الوالد. اي عيوني انتم اعني اعانك الله. ضمني عندك يا جدة. شلون جنابك لما تصير عندك مشكلة تحتمي بأمك وبأبوك، تحتمي بالحسين، هذا راح الجدة قال له ضمني عندك يا جدي، الدنيا كلها ضدي. ضمني عندك يا جدة
في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستري. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة. جد صفو العيش من بعد قبل أقدار شي، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي. ما سمعك. ونداء بافتجاع يا حبيبي. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء. لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغين. ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء، ستذوق الموت ظلما ظامئا. ما تقرأ. ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء، وستبقى في ثراها عاريا منجدلا. وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وحسينا 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 وحسين. وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، بنات رسول الله سغبا يعني عطشانات، تستعطف القوم. تقول لي عم انطيني ماي انا عطشانه. تستعطف القوم وقد عز المغيث. ليش يجابونها؟ قد برا اجسامهن الضرب والسير الحثيث، بينها السجاد في الاصفاد مغلول اليدين. وحسينا دخل بو فاضل على زينب ودمعاته تسيل. صاح قوم يا الوديع حسين عزم عالرحيل، حسين عزم عالرحيل. نروح وادي كربله يطب بيها، وبالمدينة يظل خالي منزله. طاعته فرض علينا يا اختي الله فضله، ما يصير نخالف امره وهو عمدنا والدليل. نادته يا حجاب صوني وسور عالي المنزلي، تدري حرمة في سفرها تريد يا خويا ولي. كان تضمن للكفالة وما أحد ينظر إلي، ومثل ما أطلع أريد بذمتك هالساعة شي. أين الصارخون حسين؟ شوف هذا البيت على لسان أبو فاضل. إيش قد تحب أبو فاضل؟ أطلبك أن تقرأ البيت ويا أبو فاضل. صاح قومي يا الوديعة أنا أضمن لك وزود. هاي الزود أنت تشيلها. ها صاح قومي يا الوديعة أنا أضمن لك وزود، ما حد بينظر خيالك وأبو فاضل بالوجوه. صاح قومي يا الوديعة أنا أضمن لك وزود، ما حد بينظر خيالك وأبو فاضل بالوجوه. أضمن أرجعك المدينة كان تسلم هالزنود، وكان قطعة على عادي الله من بعدي كفيل. صاحت الحورة نعم بك أخوي عباس البطل، قرب المحمل بركب
من ذكرت السفر لي صار قلبي في وجل، ومن ذكرت السفر عندي مدمعي بالخد يسيل. طوح الحادي والضعان حاجب حنينه، وزينب تنادي سفرة القشرة. لا تخليها بروحك صيح يا أخوي. صاحت بكافلها شديد العزم والباس، شمر ردانك وانشر البرقيع، جني أعاينها مصيبة شيب الراس. اعطيها صوت. ما ظنتي نرجع لدولتنا المدينة، قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، بس ادعي من الله يسلم ليها اليدين، لطحن جماجمها وانا حامي الضعين. اين الصارخون حسين؟ لا تهيجيني، وينك؟ لا تهيجيني ولا يدش القلب الخوف، ما دام بس ادعي من الله يسلم ليها الجفوف. ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابونا، لحمل على العسكر وذكرهم بابونا، لحمل على العسكر وذكرهم بابونا. وطلع الضعن، قومي انتي ركبي وتعاي انتي ركبي. وهذه يا سيدي اخذها ابنها، الليله طلعت ورا علي الاكبر، ورمله طلعت ورا القاسم، وطلعن النسوان ورا العباس. قامت بنت الحسين فاطمه قالها ابويا انت ما تروحين، انت مريضه مولد سفر، ما تخالف ابوها. اجت يم عمها العباس، لزمت ايدها وباست، خرت تحب ايده وراسه صعب الامراس، تقول له يا عمي فراق ابوي شيب الراس، اتوسل بابوي حسين ياخذني يا عباس، روحي ترى راحت يا سردال الحريبه. اقرا هاي بيتين الدعاء. عمي خذني وياكم. قال له عمي انا البي علي اروح اقل ابوش. تقدم يم الحسين قال له سيدي هاي بنتك انا اخذها بضمانتي، انا اكفلها، انا اخدمها، طيلة الدرب كله علي. يقول احتضنه الحسين وهمس في اذنه، الشاعر يكتبها بالخيال، قال له هذه ما هي مكتوب تتودى هديه، ولا هي اخويا من سبايا الغاضريه، ردي يا بنتي وردتك غصبا علي، سئلي من الله يعودنا لديار طيبه. جنابك لما يغيب لك غايب وعزيز، الان الوقت تطور، تراسله تخابره تسال عنه تروح يمه. هذه لما ما طلعوا من المدينه انقطعت اخبارهم، وظلت يوميه البيت وحش ما ينقعد، تقعد يم باب دارها، ومر عليها واحد رحم الله من العطيه، قالت له وين رايح؟ مسرفل للسفر.
قالت لعمي عندي رسالة ما تاخذها لأهلي؟ ما أدري إلكم خلق تقرون. قال لها كسرتي قلبي ودمعي همولة، ناسين جهلك ليش مجفية وعليلة، من هو أبوك انتي وهلك من يا قبيلة؟ قالت هل بيت النبوة ووالد حسين بالخدمة، قالها بالعجل حضري كتابك، ثلاثة ها، بالخدمة قالها وبالعجل حضري كتابك، أوصل على عيني وعلى راسي عتابك، أخبرهم بحالك وارجع لك جوابك، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، ثلاثة، وارجع لك بمكتوب، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين. وينك؟ وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين. قالت اريد اوصيك كان وصلت ليهم، سايل على اخواني وسلم لي عليهم، سايل على اخواني وسلم لي، قلهم تراني على الوعد دومر تجيهم، قلهم تراني على الوعد دومر تجيهم، وارجع لك بمكتوب من نور المسلم. وينك؟ وارجع لك بمكتوب من نور المسلم. خل اسمعكم. وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، وارجع لك بيت الدعاء، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين. وينك؟ وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين. يدرون حرمة وفارقوها كل الأحباب، أخبار عنهم ما تجي ولا يوصل كتاب، أما المصيبة لو وقف وافد على الباب، على كيفك على كيفك، ثلاث، أما المصيبة لو وقف وافد على الباب، أما المصيبة لو وقف وافد على الباب، ونواخ ذلولة وقال شيخ المملكة وين، وارجع لك بمكتوب من نور المسلم، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين. اسمعكم خويا، خلى خدمك وهذه سلامتك، والله هاي الأصوات اللي تصدح بيها هذه مصداق اللي قلنا أسألكم عليه. أنا أدري بك أنت وقر ما يقل من وقارك، إمامك سلبة وهدومة من أجل عزتنا وكرامتنا اللي أحيانا فيها، أنت تبخل تصيح عليه؟ أعلو صوتك وياي، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، قواك الله، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين. اسمعك خويا، وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين، ايه وارجع لك بمكتوب من نور المسلمين. يا ويلي، هذه اختم فيها، يقول من رد الضعان وطلعت ودرت أبوها مقتول وأهلها مسبيين، راحت القبر الزهرة، جده رجع الضعن بس ما بي حسين، رد الضعن ما بي أبو، لا بي أخت لا بي أخو، رايات كلها من الشراء، قول على الحسين ايش جرى، ايش صاير بهالينا
اش صاير بها. جده رجع الضعن ابنك مقتول، تسمع صوت من قبر الزهرة، بس يا بنتي لا تذكر بزينب اش صار، ما اقدر ابكي يا العليلة من المسمار، ما اقدر اتصور بنتي مسبية بلا خمار تتودى للشامات. هاي الى مولانا صاحب العصر والزمان، اعوذ بالله من قلب لا يخشع، والله حسافة بنتي بعدي مرمرها، للطاغية بنسوان حسرة يسراها، وقبالها اسنان اخوها كسروها. اين الصارخون حسين حسين يا غائبا عن اهله اتعود ام تبقى الى يوم المعاد مغيبا يا وجيها عند الله. أصواتكم أصواتكم. يا الله 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 يا الله. اللهم بارك بنا لنا منا علينا. إلهنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني. اللهم اقضي لنا كل حاجة من حوائج الدنيا والدين يا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم أعنا على شرور أنفسنا، وفقنا للطاعة وأبعدنا عن المعاصي. اللهم لا تفرق بيننا وبين أوليائك آل رسول الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. في مجلسنا هذا من الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات من كان طالب حاجة أو صاحب مشكلة أو يريد ذرية وعنده ديون، اللهم من عليهم بحسن إجابتك ولا يتفرقون إلا وكتبت لي ولهم حسن الإجابة. المؤسسون لهذا المأتم والساعون والحاضرون والمشيدون والمساهمون، ترحموا على أمواتهم أجمعين مع والدي والديكم. الفاتحة مع الصلوات.